اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي في الاستوديو عضو رابطة مشجعي منتخب الإمارات السيد أحمد سبيل البلوشي. حياك الله معنا، يعطيك العافية. الله يحييك، بارك فيك. أهلا وسهلا بك، نورتنا بالاستوديو وأنت يعني قادم من دبي من الاجتماع الذي كنتم قد حضرتموه عصر هذا اليوم للتنسيق للفعاليات. حدثنا عن هذا الاجتماع. في البداية مشكورين على الاستضافة. طبعا الاجتماع هذا تم التنسيق من خلال كافة مشجعين وروابط الأندية كي يتم إنشاء فريق عمل دوره يكون في تقديم وحث الجماهير للحضور ومؤازرة المنتخب في المرحلة المقبلة. طبعا ما يخفى على الجميع التأثر الواضح اللي صاب المنتخب سواء على المستوى المعنوي أو المستوى النفسي من بعد الإخفاق في الوصول لكأس العالم، فخلق فجوة. ولكن الكل متفائل لا حاليا. لكن من بعد المباريات الأخيرة في التحضيرات الودية كان يعني النتائج ما كانت تدعو للتفاؤل، فبالتالي قد يكون هذا الشيء يعني من وجهة نظري أنا قد يكون عدم توافق ذهني من اللاعبين لأسلوب ومستوى فكر المدرب زكروني. نعم. فبالتالي هذا الشيء بعد ما يمنع أن نحن نتنازل عن الهدف على الإطلاق طبعا. وهذا الاجتماع طبعا كان في مبنى اتحاد كرة القدم في الخوانيج في إمارة دبي. أستاذ أحمد، أعطي المشاهدين نبذة عن نوع النشاط اللي حتقدموه أنتم كجمهور. طبعا نفس ما قلت لك تم تشكيل فريق عمل تطوعي من 50 شخص، من 50 إلى 60 شخص من كافة أندية الدولة. والفريق هذا في طبعا عدة لجان، 5 لجان، 5 إلى 6 لجان. دعنا نسمي هذه اللجان والمهام المناطة بكل لجنة. عندنا تقريبا لجنة التسويق، لجنة الدعم اللوجستي، واللجنة المالية، وعندنا كذلك لجنة الإعلام والأعلام. ما شاء الله عندك كل نعم. هم هذه اللجان طبعا اللي طب الفرق بالمسؤوليات المناطة والمهام الملقاة على عاتق كل لجنة؟ طبعا كل لجنة هو سيستم الفريق طبعا يكون العمل الجماعي. هذا الفريق يعني تم تأسيسه من شباب، يعني فريق تطوعي من 4 أيام فقط. من 4 أيام. فريق عمل تطوعي هدفه انه يعني كيف يوصل يخلي المدرج الإماراتي هو المدرج الأفضل والأميز في البطولة. نعم. فالشباب يعطيهم العافية، يعني باذلين مجهود خرافي في الفترة الأخيرة، هاي فترة الأسبوع هذا، وقاعدين يعني كلن في مجال تخصصه. نعم. أماكن تواجد هذه اللجان أثناء المباريات داخل المدرجات وأيضا في المراكز التجارية، علمت أنكم أيضا سوف تتواجدون داخل المراكز التجارية. طبعا هذه لجنة التسويق. لجنة التسويق طبعا راح تقوم بنشاطات كثيرة. نحن تقريبا مرة ندخل يعني مهامها كثيرة. أبرز مهامها التواصل مع النشطاء في السوشيال ميديا. نعم. ونفس ما قلتي التركيز على السناتر في الترويج حملات للبطولة. وعندك تقريبا أبرز عمل راح يقوم في اللجنة الإعلامية. تقريبا أنا نسيت أتكلم عن قادة الفريق هذا اللي هم الأخ محمد راشد بن عجيل والأخ حميد البلوشي. نعم. هم أصحاب الفكرة هذه، يعني أنه لازم يكون عندنا نحن أيا كانت النتائج المنتخب في الفترة الماضية، أيا كانت يعني نظرة التشاؤم اللي حاصلة والاستياء، نحن لابد أن نقوم بدورنا كجماهير محبين للوطن. اليوم المسألة مسألة وطن، تبقى في النهاية فرحة وطن. لهذا السبب تم يعني تفعيل الفريق التطوعي هذا. وأنتم طبعا يعني حصلتم على الدعم من اتحاد الكرة أيضا. أكيد. وبالتحديد من الأخ سامي الهامور وهو المختص بمتابعة شؤون الجماهير. حدثنا عن التيفوهات واللوجويات والشعارات التي تم تصميمها. هذه طال والتيشيرتات أيضا. طبعا هذه طبعا من تخصصات لجنة
الإعلام والأعلام. الأعلام هي اللي طبعا راح تستقبل الجماهير وراح تنسق يعني قبل المباريات، وراح تقوم بتوزيع التيشيرتات والأعلام. وفي لجنة الإعلام هذه طبعا قاعدة تعد الأهازيج، قاعدة تقريبا تنسق في عملية التيفو. نعم. كل مباراة راح يكون لها تيفو خاص. فهذه إلى أي مدى تبذلون جهودا للحفاظ على الروح الرياضية على المدرجات؟ مسألة الروح الرياضية تبقى يعني مسألة ثقافة. دائما الرياضة يعني فيها عدة شرائح، يعني تختلف من فئة إلى فئة، اللي هي تقريبا عندك المتعصبين، عندك المثقفين، عندك اللي فقط المحبين للفوز. فتبقى عملية الروح الرياضية يعني متفاوتة. الواحد لازم يعني اللي فاهم يعني الرياضة لازم يتقبل الفوز والخسارة كما يتقبل الخسارة كما يتقبل الفوز. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي اليوم تلعب دور محوري في مثل هذه الأجواء، وخاصة في الأجواء الرياضية. اللجنة الإعلامية عندكم في يعني هذه الرابطة، رابطة مشجعي منتخب الإمارات، ما دورها خاصة على السوشيال ميديا؟ طبعا تم العمل يعني على التواصل مع مشاهير السوشيال ميديا، بحيث أن يكون التوجه العام كله منصب في دعم المنتخب في الفترة المقبلة. وبدأتم بالفعل؟ بدأت الحملات الإعلامية؟ تمت الحملات خلاص بدأت. تقريبا كانت حملة قدامي الأبيض، هاي كانت تقريبا بعد في تنسيق، يعني في عمل مشترك من الجميع لأول مرة. يعني هذه للعلم يعني لأول مرة في العشر سنوات الأخيرة يتم اتفاق جميع روابط الأندية بعيدا عن المحسوبيات، بعيدا عن شخصنة الأمور. صار اليوم العمل كله عمل يعني مشترك وجماعي للمصلحة العامة واللي هي المنتخب. كم نادي ينضوي تحت راية رابطة مشجعي منتخب الإمارات؟ هل هي كل أندية الدولة؟ كل أندية الدولة، لكن في يعني أحيانا البعض يعتذر، الظروف يعني تحكم البعض، لكن في المحصلة النهائية يكونون يعني تقريبا أبرز مشجعين الأندية هم اللي متواجدين في الرابطة. عددهم 50 شخص، ومن ال50 هذيلا تقريبا في تفرعات، كل واحد عنده فريق عمل ومن خلال يعني يحقق المطلوب منا. طيب ضعنا بصورة التحضيرات على الأرض، أين تجتمعون؟ ما هي الأشياء التي تتطرقون إليها؟ التحضيرات على الأرض. طبعا كان عندنا اجتماع من فترة من 3 أيام في مجلس أحد المشجعين البارزين. نعم. اللي هو تقريبا حميد البلوشي. وتم الاتفاق على عدة أمور، راح نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، بس يعني تحكمنا مسألة ضيق الوقت هذه. وإن شاء الله يعني مع مرور الأيام كل شيء راح يبين، يعني راح تشوفين في السوشيال ميديا كل شيء راح يعني يطلع من تحت مظلة فريق العمل التطوعي هذا. كيف ولدت هذه الفكرة؟ شباب متحمس يريد أن يقدم شيء للوطن. ف يعني شو اقول لك، كل حد يبغى يخدم، الكل يعني صاير ما شاء الله في الفتره الاخيره شعله نشاط. نفس ما قلت لك الشباب متطوعين حابين يخدمون الوطن. نعم. وبطوله مثل كاس اسيا فرصه بالفعل كل الوان الانتماء للوطن. دعني فقط أشير سيد أحمد أن كأس الأمم الآسيوية 2019 سوف يشارك في 24 منتخب يتم تقسيمه إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور ال16 إضافة إلى أفضل 4 منتخبات سوف تنال المركز الثالث. وسوف تشهد البطولة أيضا 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في الدولة وفي 4 مدن في أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، وسوف تستمر على مدار 28 يوما. والمباراة الأولى بين دولة الإمارات والبحرين، كيف الاستعدادات يوم السبت؟ والله شوفي، بناء على المباراة اللي فاتت، المباراة الودية بين الإمارات والكويت، المباراة الودية يعني عطت مؤشر أن الفريق غير مستعد.
يعني بهاك الاستعداد اللي ممكن يأهله يكون بطل للبطولة. فبالتالي محتاجين عمل نفسي كثير. تحس ان اللاعبين مضغوطين، فلابد من موائمة من خلال التحفيز. اليوم لازم الجميع يتكاتف على اساس يعني يحقق المنتخب الهدف. الموضوع فريق المنتخب البحريني منتخب صعب، محضر جدا وفايز في المباراة الأخيرة تقريبا 4. فلازم نستغل الأرض والجمهور لتحقيق الهدف بإذن الله تعالى. إذن حسب نتائج قرعة كأس آسيا، أسفرت مشاهدينا القرعة عن وقوع منتخب البلد المنظم دولة الإمارات العربية المتحدة مع تايلاند والهند والبحرين في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من أستراليا حامل اللقب وسوريا وفلسطين والأردن. كلمة أخيرة للجمهور. والله نتمنى التوفيق للمنتخب. جمهور الإمارات ما يحتاج دعوة، هذه اليوم مناسبة وطنية، لابد أن تتكلل بتتويج المنتخب بطلا لآسيا. نعم. فنتمنى إن شاء الله الجميع يغير الصورة، ونتمنى إن شاء الله أن الكل يكون هدفه أن يكون المدرج الإماراتي هو الأميز في البطولة بإذن الله، ونحن على ثقة بذلك. والله نتمنى، وما راح يقصرون إن شاء الله الجماهير وأبناء البلد. بالتأكيد لنا الدين لازم نرده. كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لن يقصر في دعم المنتخب الوطني. إذن مشاهدينا، الموعد يوم السبت في 5 يناير تمام الساعة 6 عصرا بملعب مدينة زايد الرياضية. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد سبيل بلوشي، وأنت عضو رابطة مشجعي منتخب الإمارات. ما عليك سود، وبيض الله وجهكم، ومشكورين على الاستضافة. كل التوفيق لكم مشاهدينا. إلى فاصل قصير نتابع من بعده.